تدخلات امنيه لرجال الامن الوطني في هذه الاثناء. السلام عليكم. حنايا كنا كنتسناو الوقايه باش يجيو ينقذوا لنا خويا، انا خالته، كنتسناو باش انهم يجيو يشيلوا لنا الجثه ديالو وداك الشيء. من بعد انهم تنديروا بان القوى المساعده جاو داوني انا بعدا. هاد الصوت اللي مشى ليا مشى بان واحد قجني من هنايا والاخر تيقول له قتلها. هاد الحماره الخانزه تجي توقف لينا تجي دير لنا اوتو ستوب هنايا. هذا بوليسي؟ هذا بوليسي وبوليسي هادوما 4، واحد هزني من رجلي، واحد من رجلي، واحد من يدي، واحد من يدي، واحد قاجني، واحد تيجرني من شعري تيقول لي الحماره الكلبه غنوريوك الخانزه، غنوريوك حنا غنربيوك. هادشي حيت جيتي تبيعي؟ هادشي حيت تبعنا السيد اللي كان معانا قالوا لنا علاش تجيو توقفوا لنا حيت داوه. قال لك علاش هو يدخل داير ضجه، كون ما كانش هوايا راه كاع ما يجي هادشي كامل، كون ما كانش هو راه ما يوقعش شحال من حاجه. وزايد تيقولوا لي غير يربح فلوس موراكم. هاد السيد وقف معانا، هاد السيد وقف معانا، انا تعداو عليا ضربوني هنايا، نحشني من هنا. ومني بغى كان لابس واحد كوبيتشو غير خضراء، ما لابس هذيك لبسه البوليس، تا هو معاهم خدام تما. ومني قربنا نخرجوا تيدير ليا فحال هكا، زعما شنو صورتي؟ تيدير ليا فحال كنت تضحك، زعما شنو صورتي؟ حيت جينا كنطالبوا بانهم يجيو يشيلوا الجثه ديال ولد اختي باش نرتاحوا، باش نمشيو بحالنا. راه حنا من الاربع وحنايا هنا راه كنباتوا، راه ما كنمشيوش. الامه الاسلاميه ديال القنيطره كامله شاهدين واش حنا كنباتوا ولا كنمشيو بحالنا. ومن قلت ليه حنايا كنباتوا، الشماكريه البارح كاينين حدانا وكيغوتوا، قال لي فاش شتينا حنا ما تنكونوش. قلت ليه نتوما ما كتكونوش معانا في الليل. قال لي حنا كنكونوا مراقبينكم من بعد، واش حنا كلاب عتولي مراقبني من بعيد؟ دابا نتوما 3 ايام ولا كتباتوا هنا؟ حنا من الاربع مع الربعه، وحنايا هنا من الاربع مع الربعه. جاو الوقايه المدنيه، جات شي جاو داروا خدمتهم تا هما، داروا شي حاجه، وجاو المحسنين، جاو وحدين من كازا المتطوعين جاو تا هما داروا عليهم. اليوم جاو بلا كثره، اليوم المتطوعين اليوم جاو بزاف ودخلوا وراهم مشاو في حالاتهم، يعني مساكن راه جلسوا معنا حتى 6 العشيه ولا المهم تبرد عليهم الحاله، راه مشاو بحالهم. واستغربت الاستغراب، واحد راجل كبير في السن لحمو طايب ودخل لحمو، والله حتى مني خرج لحمو بقيت يتقشر طايب، ودخل تا هو يدخل معاهم تيقلب، والاخرين تيقلبوا غير ساعه ماشي بزاف. المهم احنا اللي كنشوفوا هما الناس اللي كيقلبوا بزاف، هما المتطوعين هما اللي تيقلبوا. انا صوتي مشى بسبب هذاك اللي قجني. انا صوتي راه الناس شافوني نهار كامل صوتي عندي، انا مشيت من اعتقلت ورجعت بلا صوت. قجني من هنا تنقول اطلقني غنموت، تيقول لي قجني واحد فيهم بوليسي، قجني من هنا واحد تيجرني من شعري ولحمي كامل زرق، حيت ما يمكنش ليا نوري دابا ما لابسينش. قبيله وريته لحمي كامل هنا زرق كامل وهي الضربه. الرساله ديالك سيد المدير العام الوطني؟ انا هاد الرساله ديالي هما ما داروا لي والو، انا اللي ضربوني هما هذوك الصغار، يعني هذوك الصغار. اما الادارات الكبار ديالهم في السونطرال من مشينا ما داروا، ما اداونا، اعتناو بينا، بالعكس هما واساونا وقالوا لنا حنا حاسين بكم. حنا انا اللي ضربوني هما هذوك اللي تكونوا واقفين برا، هذوك التدخل السريع ولا شنو كيقولوا. المهم هذوك هما اللي ضربوني، هما اللي تكرفسوا عليا، ومعاهم مرأة
انا كنقول لها تيمره بوليسيه حتى هي معاهم تتكون واقفه برا، هذوك اللي تيدخلوا الناس تيدخلوهم ويخرجوهم، اللي تيشدوهم وهذه. اما اللي في المكاتب اللي مدار الكرافاطات اللي متحكمين فيهم ما اداوني ما حتى شي حاجه، بالعكس عطاوني شربت وطلعوني انا وخويا. راه ما كناش مشدودين انا والسيد، راه كان حتى خويا قصير حتى هوايا عنده 18 ولا 19 حتى هو راه كان مشدود، من غير هذاك الثالث بوحده. حنا تنهضروا على الاعتقال اللي اعتقلونا في كتساينوا جوج لقيتوا راسكم كاملين لقينا كاملا. علاش قالوا للسيد انت كتمشي تنوض الفتنه؟ واش شفتوا شي سيء هذا نوض فتنه؟ هذا ساعدنا بصوته هو بهذا الماتريال ديالو، وصل صوتنا، وصل ماشي غير طنجه، الناس راه جاو من طنجه من كازا. السيده قالت لك جات من وجده، الناس راه ما عرفت منين جاو بسبب هذا الشيء. هادو جاو الناس ما عرفت منين. لو كان ما كايناش هذا الشيء، هذا الماتريال اللي كنهضر فيه انا وهذا السيد، راه ما غيجي عندنا حتى شي واحد، ما يشوفنا حتى شي واحد، وما يعبرنا حتى شي واحد. جلسي حدا الواد حتى 100 عام تسناي ولدك حتى يطلع على خاطره. لو كان ما كانش بسبب ديالو هوايا. باقي غدا غيجيو يقلبوا على الوقايه المدنيه. قالوا غدا ان شاء الله. انا يا هذوك المسؤولين الكبار قال لي حنا كندعيو معاكم وكنتمناو يا يخرج اليوم يا يخرج غدا ان شاء الله، وباذن الله قالوا لنا غيخرج لكم اليوم ولا غدا. هادي تيقولوها وتاكدوا يا ما يخرج اليوم يا ما غدا. اذا تحيه لكم اخ هذا الحادث الخطير، حادث غرق احد شباب المملكه اللي هو عبد الرحيم، شاب ابن منطقه المرابيح اللي غرق هنا بواد سبو. الشاب تيقرا ايضا في المركز التكوين المهني ديال سبو. تقريبا دابا اليوم الثالث على الغرق ديال عبد الرحيم. قضيه عبد الرحيم هي قضيه الساعه او حديث الساعه. لماذا؟ حيت الدري باقي تحت الماء. دابا اليوم 3 ايام، حنا غادي 72 ساعه وغندخلوا في 4 ايام. حنا عاوتاني حنا كنتعاونوا معاهم كما تيتعاونوا اي واحد كيجي لهنا، كنتعاونوا معاهم، واقفين معاهم، كنسقوا مع الناس ديال الوقايه، كنسقوا مع الناس ديال الامن، جميع. كيفاش كان التدخل ديال الوقايه المدنيه؟ بكل صراحه خدمه ضعيفه، خدمه الوقايه المدنيه ضعيفه. بحال زعما كاين زودياك واحد، وكاين فريق اللي تيخدم ديال الغطس، كاين فريق ديال قنيطره، وجا فريق ديال سيدي سليمان. الحليم كامل كان فريق واحد ديال قنيطره، وجا فريق ديال سيدي سليمان. اين الفريق ديال سلا؟ اين الفريق ديال الرباط؟ اين الدعم؟ يجي من كازا، الدعم يجي من جميع المناطق الساحليه ليتم انتشال هذه الجثه ديال عبد الرحيم، ونفكوا هذا الشيء ونمشيو فحالنا، كل واحد يمشي يقضي الشغل ديالو. والعائله ديالو اللي كتتالم ليومنا هذا، الخاله ديالو، الاخت ديالو، الام ديالو، جداه، جدو في حاله هستيريا. الصباح كيتكلموا هما والبحر، اقسم لك بالله كيتكلموا هما والبحر، شي حاجه اللي كتدور في الخاطر. فاليوم كان التوافد ديال الشعب القنيطري ومن جميع المناطق. السيده جايه من وجده وما عندها لا عائله هنا لا والو، هي كتاكل مع خالته ومع اخته امه، جايه من وجده. السلام عليكم. تعازينا حاره لاسره الفقيد الطفل اللي غرق في واد سبو. الطفل اللي غرق في واد سبو فهي قضيه راي العام وغرق، وحنا حزينين عليه. اولا تعازينا حاره للاسره ديالو كافه، والله يصبركم، وخصوصا الام الحنينه الله يصبرك، والاب ديالو الله يصبركم، وتعازينا حاره لكم. اذا الاخوان الله يرحم الطفل، داعوا معاه، الله يرحمه الله يرحمه الله يغفر ليه. وهذه حقيقه الحياه كلها مملوءه بالمفاجآت، وهذه فاجعه كتهز المغاربه بصفه عامه، ولكن فيها واحد الدرس، كتعطي درس بعض الشباب المتهور اللي كيمشيو للبحر، البحيره، الواد ولا بيسين وزيد وزيد. مهم الحياه راه فيها بعض المسرات وبعض الافراح، ولكن فيها بعض الحزن اللي تيكون كثير على الاسره، وخصوصا الام والاب والاسره ديالو بصفه عامه. اذا الاخوان هذا الفيديو خاصكم تستافدوا منه، ونصيحه للشباب: رافقوا الوالدين ديالكم وترافقوا مع الامهات ديالكم،
والاب ديالكم وديروا بالنصائح اللي كيعطيوكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.